السلام عليكم، معكم نور. النهاردة هعمل معاكم بامية والفاصوليا الخضراء، من الأكلتين الحلوة قوي قوي اللي بتشبع مع شوية لحمة كده أو فراخ. بتبقى حلوة قوي جدا. عايزين نعرف بقى طريقتها وازاي نطلعها حلوة وطعمها مميز. تعملي بقى جنبها شوية رز بالشعرية او تعملي رز بالحباية وحباية او رز ابيض حسب ما انتي بتحبي. انا عملت جنبها رز حبة وحبة. البامية بقى ممكن تعمليها بامية دي اللي هي بتبقى الطبيخ، بامية كبيرة او صغيرة. ممكن تعمليها في البرام او ممكن تعمليها في الحلة. النهاردة انا عملتها بحلة، انا كنت منزلها لكم قبل كده في البرام. دي المكونات: لحمة وبصل مبشور، طماطم، الفاصوليا الخضراء والبامية. جبت حلة كده فيها مية مغلية، نزلت عليها بالطماطم، ورق غار، حبهان مطحون، بصل مبشور. ممكن تحطي البصل عادي كامل لو انتي مثلا عايزه شوربه تشربيها وكده. انما الشوربه دي انا كنت مستعملاها حطيتها في الطبيخ اللي احنا عاملينه. هنسيبها بقى الكلام ده يغلي كده مع بعض. هنعيد تاني مكونات: طماطم، بصل مبشور، حبهان، ورق غار. حطيت معاها الملح، طبعا ما بحطوش في الاول دلوقتي. هنزل بقى باللحمه. طبعا البصل انا حاطاه مطحون او مبشور، يعني مبشور تخين او رفيع. على ان انا مش هستعمله كشوربه. يعني لو هتستعملي شوربه حطي البصلايه قطعيها 4 حتت وحطيها في الشوربه وكده زي الطماطم. انما انا هستعمل الشوربه دي اصلا للطبيخ. وانا حطيت الحبهان مطحون لان انا عايزه طعم الحبهان في الشوربه اللي انا عايزاها. ممكن تحطيه حب كامل عادي. بعد كده الميه بدات خلاص تغلي، وطيت عليها وقمت حاطه اللحمه. انا مش هغطيها بقى الا لما اشيل الريم من الجوانب. بيطلع كده الريم غامق كده، بتشيليه اللي هو زي اللي في الجنب ده كده. هتشيليه بقى. حاولي ان انتي ما تشيليش المنكهات معاه. طبعا بيبقى صعب في الخطوه دي لان انا بشرى البصل. لو انا مش بشرى البصل كان هعرف اشيله كويس. جبت بقى معلقه من السمنه الصفراء. عندك زبده، عندك زيت، عندك سمنه عاديه اللي هي المعلبات بلدي، ده براحتك. انا عامله زبده سمنه صفراء. نزلت عليها بالبصل المبشور، ونزلت عليها ب3 فصوص ثوم مبشورين. نزلت عليها بمعلقه صغيره من هريسه الشطه، بس مش البارده، مش اللي هي الهريسه بتاعه الفلفل، بس البارده بتدي طعم حلو قوي قوي. على فكره انت لو لاحظتم هتلاقي ان انا بحطها في اكل كتير لان انا بحبها في طعم الاكل. عندي بارده وعندي الحار اللي هي الشطه. ساعات بحط من دي مثلا ربع معلقه اللي هي الشطه، واحط مثلا معلقه كامله من البرده، بتدي طعم حلو قوي. نزلت بقى بالطماطم اللي عصرتها في الخلاط. عايزه تصفي الطماطم اوكي، انا صفيتها. انتي مش عايزه تصفيها ما تصفيهاش براحتك. كان عندي برضو طماطم مجمده، انا عصراها برضو ومصفياها وحطها في الفريزر. طلعتها، حطيت بقى معلقه من الكمون، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وحطيت الملح. في ناس بتحب تحط مرقه، يعني ممكن تحطي مرقه دجاج براحتك. بعد كده زودت بقى اما الطماطم اتسبكت زودتها شوربه، وحطيت بقى الفاصوليا واغطي عليها بقى، سيبها تاخد كام غلوه كده. يعني اول ما الطماطم لقيتها اتسبكت قمت نازله بالشوربه بتاعه اللحمه، وقمت حاطه الخضار الفاصوليا. نيجي بقى للباميه.
حلة سخنة، حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة، حطيت معلقة كبيرة من اللية لان اللحمة اللي انا عاملاها ما كانتش ضاني، حطيت معلقة من الهريسة اللي هي الفلفل، وشوية من الزيت، يعني معلقتين مثلا. حطيت بقى كزبرة ناشفة، نص معلقة مثلا كبيرة او معلقة صغيرة. هنقلب بقى كويس كده. نزلت بالبصل، وهحط كمان الثوم. حطيت بقى معاها واحدة من المرقة بتاعة اللحمة. هنقلب بقى كويس لحد ما المرقة تسيح والسمنة كمان تسيح والبصل كده يصفر. هننزل عليها بالطماطم. الطماطم دي زي ما قلت لكم انا بعينها في الفريزر. حطيت بقى 2 من الفلفل السبايسي، وهسيب بقى الطماطم دي تغلي كده وتتعسل مع نفسها. بعد كده اول ما الاقيها بتتعسل هحط عليها بقى الباميه. الباميه دي كانت باميه كبيره، قطعتها نصين. ممكن تعملي باميه من اللي هي الصغيره، بتبقى احلى بكتير، بس انا ما كانش عندي الا دي في الوقت ده. بتبقى حلوه برضو في الويكه الباميه الكبيره دي. حطيت بقى فلفل اسمر، حطيت الملح. طبعا احنا حطينا الكزبره في الاول. هنيجي بقى الباميه لما تستوي هنحط عليها بقى الشوربه بتاعه اللحمه ونقدمها. عايزه بقى تحطي اللحمه في الطبيخ حطيها، عايزه تحمريها بره حطيها، عايزه تحطيها شوربه ولحمه اعمليه براحتك. وقدمت معاها رز حبايه وحبه. طبعا الباميه لما بتبات بتبقى احلى بكتير، مع بقى تحطي ليمون عليه بيبقى تحفه قوي. ودي الفاصوليا برضو، جربوا طريقتي فيها. هي ممكن مش عارفة دي طريقة تقليدية او لا، بس هي دي طريقتي فيها. جربوها حلوة قوي وهتحبوا الطبيخ. والناس اللي ما بتحبش الطبيخ والاكل التقليدي والكلام من ده، لا والله حلوة قوي، وبالذات لو انتوا عندكم اطفال. جربوه قولولي.